ولاحظ يا رعاك الله في هذا الباب ضابطا مهما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة عن مخالفيهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الجملة التي بين أيدينا. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة عدم التفريق بين الأدلة السمعية من حيث الأخذ بها. انتبه إلى هذا الفارق المهم بيننا وبينهم. أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الاتباع الصادق هم الذين لا يفرقون بين الأدلة من حيث الأخذ بها، فما جاء في الكتاب والسنة فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في الكتاب فحسب فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في السنة فحسب فعلى الرأس وعلى العين، وما جاء في سنة متواترة أو آحاد فعلى الرأس وعلى العين. لا يفرقون بين الأدلة في هذا الباب، الكل وحي والكل حجة والكل مقبول. والدليل على هذا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول بدليل متواتر فحسب فخذوه. قال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه دليل من الوحي من أي طريق كان، من أي طريق ثابت كان، فإن النذارة متحققة حينئذ. لأنذركم به ومن بلغ. ولم يشترط الله عز وجل شرطا زائدا على ذلك. أقول هذا لأن طوائف من أهل البدع انحرفت في هذا المقام، وبالتالي فإنهم يقررون أصلين هما من أعظم أصول الضلال والانحراف في باب الصفات خصوصا وفي غيره من أبواب الاعتقاد عموما. أولا أنهم يزعمون أن الحجة في باب الصفات إنما هي بالسنة المتواترة، وأما السنة الآحاد فمطرحة غير مقبولة. وبالتالي فإنهم يكونون قد اطرحوا أكثر السنة بل عامة السنة جاءت من طريق آحاد أو متواتر، جاءت من طريق آحاد. بل الأحاديث التي حكم عليها بأنها متواترة أحاديث ماذا؟ قليلة، سواء كان ذلك تواترا معنويا أو كان تواترا لفظيا. المقصود أن الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الآحاد، وبالتالي فهؤلاء جعلوا أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مفيدة في هذا المقام. هذا أصل. والأصل الثاني أنهم زعموا أن الأدلة النقلية جملة وتفصيلا، سواء عادت إلى آيات الكتاب أو إلى أحاديث متواترة أو إلى أحاديث آحاد، كلها دلالتها ظنية وإن كانت قطعية الثبوت، بمعنى أن كل دليل نقلي جاء في الكتاب والسنة فإنه لا يخرج عن الظن عندهم، بل والله قد قال بعض أساطينهم إنها لا تخرج عن الظن والتخمين. وبالتالي إذا جمعت هذا إلى الأول تبين لك أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدا للعلم واليقين في أعظم مطالب الدين، وبالتالي فتكون الهداية مستفادة من غير طريق الوحي. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلا هداية إلا من طريق الوحي. ألم يقل الله جل وعلا: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. سبب الهداية ووسيلتها وطريقها ليس إلا وحي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو الكتاب والسنة. فإذا ضممت إلى هذين فاقرة ثالثة تبين لك مدى الانحراف العظيم الذي وقع هؤلاء فيه، وهو أنهم يزعمون
إن ظواهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة كثير منها يفيد الضلال والتشبيه، والتشبيه كفر كما لا يخفاكم، وعليه فيكون هذا الكتاب إذا كان كما زعموا يكون إلى أن يوصف بالإضلال أقرب من أن يوصف إلى أن يكون كتاب هداية للمؤمنين وبشرى للمسلمين. إذا كان ظاهر نصوص الصفات تفيد التشبيه ولها ظاهر مفهوم عند القارئ ولها باطن مراد، كان هذا القرآن تشبيها وإضلالا، أو على الأقل كتاب ألغاز وأحاجي يقرأه الإنسان في أعظم ما اشتمل عليه، ومع ذلك فإنه لا يفهم منه شيئا. إذن هذا كتاب يؤدي بمن قرأه فاعتقده على ظاهره إلى أن يضل ويشقى، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الكتاب كتاب هداية، هذا الكتاب نور مبين، هذا الكتاب شفاء لما في الصدور، هذا الكتاب يهدي الله عز وجل به مريد الحق إلى الصراط المستقيم. فإذا جمعت هذه الأصول الثلاثة تبين لك مدى انحراف القوم ومدى اعتدائهم على نصوص الكتاب والسنة. ويا لله العجب أنهم يقولون بعد ذلك إنهم أهل السنة والجماعة، وأما المتمسكون بالسنة حقا وصدقا الذين يقدمونها على كل ما سواها فإنهم عندهم خارجون عن أهل السنة والجماعة. المقصود أن هذا أصل مهم ينبغي أن يتنبه إليه. هذا الباب توقيفي ودليله الكتاب والسنة، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة بين أن تثبت الصفة أو أن يثبت الاسم بدليل من القرآن أو من القرآن والسنة، ككثير من صفات الله عز وجل، كصفة العلو وصفة العزة وصفة الوجه وصفة الغضب وصفة الاستواء إلى غير ما هنالك، أو أن يكون ثابتا في السنة فحسب، كصفة الضحك لله عز وجل، أو صفة الفرح لله عز وجل، أو صفة القدم لله عز وجل، أو صفة الأصابع لله عز وجل. لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين هذا وهذا، فالكل وحي والكل مقبول. كما أنه لا فرق عندهم بين أن تثبت الصفة من طريق متواترة أو أن تثبت من طريق آحاد. الشرط عند أهل السنة والجماعة الثبوت لا التواتر. انتبه إلى هذا الأصل المهم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة وشرط الاحتجاج عند أهل السنة والجماعة ثبوت الدليل وليس تواتر الدليل. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فواجب على العبد أن يؤمن به وأن يصدق وأن يوقن وأن يعتقد بأن الله متسم بهذا الاسم وأن الله متصف بتلك الصفة.